ازاي تتجنب الفشل بعد النجاح؟ اكشن. ازيك؟ كله بونو بونو. في ناس كتير بتتعب على نفسها كتير جدا وبتنجح وبتبقى حاجه كبيره بتسمع عنها كتير وبعد كده بتلاقيها اختفت مره واحده. ده لان الشخص بيبقى وصل لمرحله انه فاكر انه عارف كل حاجه، انه نجح خلاص وعمل اللي هو عايزه وبيفضل مكمل في حياته على هذا المسمى. انا دلوقتي شخص ناجح وعملت انجازات كتير جدا، فالحته دي بقى هتاخده على حته ثانيه خالص. اولا الدنيا بتتطور كل يوم، ثانيا في ناس تانية بتتعب وتجتهد عشان تنجح، ثالثا في اصلا عمالقه في المجال ده وعلى طول عمالين يتعلموا ويطوروا من نفسهم. ففكره انك تقف وتعتمد خلاص انك بقيت من ضمن الناس الناجحه دي هيعديك على مرحلتين. اول مرحله وهي انك هتفضل ثابت في حياتك ومفيش اي جديد هتعمله. تاني حاجه هيبدا ما يجيلكش افكار جديده، فمش هتعرف تنافس الناس اللي انت كنت معديها اصلا. فازاي بقى تتجنب الحته دي؟ اول حاجه لازم تتواضع وتفضل تتعلم وما توقفش ابدا. ما تخليش النجاح يخلي منك شخص مغرور، خليك حاطط في دماغك انك لسه في حاجات كتير عايز تتعلمها. تاني حاجه حدد اهداف جديده. خلاص عملت اللي انت عايزه، ابدا دور بقى على حاجه تانية تنجح فيها او تبتكر حاجه جديده في مجالك تسمع وتفيدك وتفيد الناس اللي حواليك. تالت حاجه لازم تتكيف مع التحديات. تعرف ان اي طريق انت هتمشي فيه مش هيبقى سالك لاخره، فحاول تستخدم خبرتك اللي قبل كده عشان تعرف تعدي التحديات دي. رابع حاجه ما تنساش تريح نفسك شويه، اوعى تنشغل في اللي انت عايز تعمله وتنسى حياتك وصحتك عشان ده هيأثر عليك وهيرهقك جدا. وفي الاخر عايزك تفتكر ان النجاح رحله مش محطه، وعشان تحافظ عليه محتاج صبر وتخطيط وتعب مستمر جامد جدا. افتكر برضو ان المتعه في الرحله مش في الوصول. وبس كده.